السعادة مشكلة. منذ نحو 2500 عام على سفوح جبال هيمالايا في المنطقة المعروفة اليوم باسم نيبال، كان هنالك قصر كبير لملك موشك على أن ينجب طفلا. كانت لدى الملك فكرة عظيمة من أجل هذا الابن سوف يجعل حياته كاملة، لن يعرف هذا الطفل لحظة معاناة واحدة، وسوف تلبى حاجاته ورغباته كلها في كل وقت. شيد هذا الملك أسوارا عالية من حول قصره لكي تحول بين الأمير الجديد وبين معرفة أي شيء عن العالم الواقع خارج القصر. بالغ في دلال طفله وأغدق عليه الهدايا وأطايب الطعام، وأحاطه بخدم يستجيبون لكل نزوة من نزواته. كبر الطفل جاهلا بكل ما يتعلق بأشكال القسوة المألوفة في حياة البشر، تماما مثلما خطط له أبوه الملك. انقضت طفولة الأمير كلها على هذا النحو، لكنه صار شابا حانقا منزعجا رغم كل ما حظى به من رفاهية وطرف لا حدود لهما. سرعان ما صار يشعر بأن كل تجربة يمر بها فارغة عديمة القيمة، والمشكلة أن كل ما يقدمه له والده صار في نظره عديم المعنى تماما وغير كاف على الإطلاق. وفي ليلة من الليالي تسلل الأمير فخرج من القصر ليرى ما خلف أسواره. جعل أحد الخدم يأخذه إلى قرية من القرى، فهاله ما رآه فيها. رأى الأمير معاناة البشر لأول مرة في حياته. رأى أشخاصا مرضى، ورأى أشخاصا عجائز، ورأى بشرا مشردين، وبشرا يطردون من ديارهم، بل رأى بشرا يموتون أيضا. عاد الأمير إلى القصر ووجد نفسه واقعا في مشكلة وجودية. لم يكن يعرف كيف يتعامل مع ما شاهده، ففاضت عواطفه تجاه كل شيء، وصار كثير الشكوى والتذمر. وكما هي الحال عاد لدى الشباب، انتهى الأمير إلى لوم والده على كل ما حاول فعله من أجله. صار الأمير مقتنعا بأن الثراء هو ما جعله تعيسا، وهو جعل حياته تبدو عديمة المعنى إلى هذا الحد. فقرر الأمير أن يهرب من القصر، لكن الأمير الشاب كان أكثر شبها بأبيه مما يظن. كانت لديه أفكار كبيرة أيضا، ولم يكن ليكتفي بالهرب من القصر، بل أراد أن يتنازل عن وضعه الملكي وعائلته وممتلكاته كلها، وأن يعيش في الشوارع وينام على الأرض الترابية مثلما تفعل الحيوانات. هناك سوف يجوع نفسه، وسوف يعذب نفسه، وسوف يتسول بقايا الطعام ويطلبها من الغرباء طيلة ما بقى من حياته. وفي الليلة التالية خرج الأمير خلسة من القصر. خرج مرة أخرى وقد قرر ألا يعود أبدا. عاش سنوات طويلة متشردا، وصار مجرد بقية منسية منبوذة من المجتمع، مثل فضلات الكلاب المتجمعة عند أسفل السلم الاجتماعي. كانت معاناة الأمير كبيرة مثلما خطط تماما. لقد عانى المرض والجوع والوحدة والضعف، بل واجه الموت نفسه، وكثيرا ما كان طعام يومه كله مقتصرا على جوزة واحدة. مرت بضع سنوات ثم بضع سنوات أخرى ولم يحدث شيء. بدأ الأمير يلاحظ أن حياة المعاناة هذه لا تختصر المغزى من الحياة كلها. لم تزوده معاناته بالبصيرة التي رغب فيها، ولم تكشف له عن أي أسرار من أسرار العالم العميقة، ولا عن غايته النهائية. حقيقة الأمر أن الأمير صار الآن يعرف ما نعرفه كلنا إلى حد ما. صار يعرف أن المعاناة أمر سيء جدا، ثم إنها ليست بالضرورة أمر ذا مغزى. عندما يكون المرء ثريا لا يصير للمعاناة المادية أي معنى على الإطلاق، إذ كانت معاناة من غير غاية. سرعان ما توصل الأمير إلى أن فكرته العظيمة مثل فكرة أبيه من قبله كانت فكرة شديدة السوء في حقيقة الأمر، وأدرك أن عليه أن يذهب ويفعل شيئا آخر بدلا مما فعله حتى ذلك الوقت. كان الأمير مشوش الذهن تماما. نظف نفسه ثم صار حتى وجد شجرة كبيرة عند ضفة النهر. قرر أن يجلس تحت تلك الشجرة وألا ينهض إلا أن تأتيه فكرة عظيمة أخرى. تقول تلك القصة الأسطورية بعد ذلك أن الأمير جلس تحت الشجرة 49 يوما. لن ندخل الآن في مناقشة إمكانية جلوس المرء في المكان نفسه 49 يوما، لكننا سنكتفي بالقول أن الأمير توصل بعد ذلك الزمن إلى إدراك عددا من الأمور العميقة. كان من بين هذه الأمور ما يلي: الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة. يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم، ويعاني الفقراء بسبب فقرهم، ويعاني من لديهم أسرة لأن لديهم أسرة، يعاني من ينشدون المسارات الدنيوية
لأنهم ينشدون المسارات الدنيوية، ويعاني من يستنكفون عن المسارات الدنيوية لأنهم مستنكفون عن تلك المسارات. ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة متساوية كلها، بالتأكيد هنالك معاناة أشد ألمًا من معاناة أخرى، لكن رغم ذلك لابد لنا جميعًا من المعاناة. مرت السنوات وكون الأمير لنفسه فلسفة قدمها إلى العالم. الفكرة المركزية في هذه الفلسفة هي أن الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما، وأن علينا أن نقلع عن محاولة مقاومتها. سوف يعرف هذا الأمير فيما بعد باسم بوذا، وإذا لم تكن قد سمعت ببوذا قبل الآن فلك أن تعرف أنه شخص ذو أهمية كبيرة. هنالك فرضية كامنة خلف كثير مما نظن ونعتقده. الفرضية الأولى هي أن السعادة نوع من عملية منطقية، وأن من الممكن أن يعمل المرء من أجلها وأن يحققها ويكسبها، مثلما يحقق لنفسه القبول في كلية الحقوق، أو مثلما يبني منشأة معقدة حقا. إذا توصلت إلى إنجاز س فسوف أستطيع أن أكون سعيدا، وإذا صار شكلي مثل عين فإنني أستطيع أن أكون سعيدا، وإذا استطعت أن أكون مع شخص مثل ج فسوف أكون سعيدا. لكن هذه الفرضية هي مكمن المشكلة بالضبط. ليست السعادة معادلة رياضية نحلها، إن القلق وعدم الرضا جزءان أصيلان من الطبيعة البشرية، وهما مكونان ضروريان لخلق سعادة مستقرة، وهذا ما سوف نراه في وقت لاحق. أقام بوذا البرهان على هذا الأمر من المنظور الديني والفلسفي، وسوف أقيم البرهان على الأمر نفسه في هذا الفصل، لكني سأقيمه من منظور بيولوجي مستعينا بدببة الباندا، تعاسة باندا الخيبة. لو كنت قادرا على اختراع بطل خارق لاخترعت بطلا أطلق عليه اسم باندا الخيبة، وسأجعل هذا البطل الخارق يضع قناعا غريبا على عينيه، ويرتدي قميصا عليه حرف خاء كبير، بحيث يكون القميص ضيقا جدا على بطنه الكبير، وستكون نقطة قوته الخارقة كامنة في قدرته على إخبار الناس بالحقائق البشعة المزعجة عن أنفسهم، تلك الحقائق التي يجب أن يسمعوها لكنهم لا يريدون قبولها. سيمضي بطلي من باب إلى باب مثلما يفعل الباعة المتجولون، وسوف يدق تلك الأبواب ويقول للناس أشياء من قبيل: نعم، إن جني الكثير من المال يجعلك مسرورا من نفسك، لكنه لن يجعل أطفالك يحبونك. أو إذا كنت تجد حاجة إلى سؤال نفسك إن كنت تثق بزوجتك فمن المرجح أنك لا تثق بها، أو إن ما تعتبره صداقة هو في حقيقة الأمر محاولاتك المستمرة للتأثير على الناس. وبعد ذلك سيتمنى لأهل كل بيت يوما طيبا ويمضي إلى البيت الذي يليه. سيكون هذا شيئا رائعا، وسوف يكون مزعجا أيضا، وسوف يكون حزينا، سوف يفتح بصائر الناس، وسوف يكون ضروريا. عادة ما يكون أعظم الحقائق في الحياة أكثرها إزعاجا عندما نسمعه. سيكون ذلك الباندا هو البطل الذي لا يريده أحد منا، لكننا في حاجة إليه جميعا، وسوف يكون الخضار المثالية لوجباتنا الذهنية الفقيرة بالخضار. سيجعل حياتنا أفضل رغم أنه يجعلنا نشعر بالسوء، وسيجعلنا أكثر قوة من خلال تحطيمنا. سينير مستقبلنا من خلال جعلنا نرى الظلمة، وسيكون الإصغاء إليه أشبه بمشاهدة فيلم يموت بطله في آخره. هذا ما يجعلك تحبه أكثر رغم أنه يحزنك كثيرا، وذلك لإحساسك بأنه شيء حقيقي. وبما أننا وصلنا إلى هذا المكان فاسمحوا لي بأن أضع على وجهي قناع الباندا وأقدم إليكم حقيقة مزعجة أخرى. إنني أعاني، لكن لسبب بسيط، هو أن المعاناة أمر مفيد من الناحية البيولوجية. إنها الواسطة المفضلة لدى الطبيعة من أجل الحث على التغيير. لقد نشأ جنسنا بحيث نعيش دائما قدر من عدم الرضا ومن انعدام الأمان، لأن من شأن الكائن غير الآمن غير الراضي أن يبذل قدرا أكبر من الجهد والعمل في سبيل التجديد وفي سبيل البقاء.